كان صحة العملية اغتصاب ولا مش اغتصاب، باسكو ثبت لي البنية جات للدار وخذت تاكسي جات للدار، وهذيك هي بداية الحجة. خذت تاكسي كيما الابليكاسيون اللي نعملوا فيها نحن، اي اوبر، وهبطت للدار اي هبطت للدار. يقول قايل هي مشيت له للدار، هو حاول مشيت له للدار ما يعاقبش عليها القانون. لا. بالنسبة لي هو اي خرجت الامور على السيطرة، خرجت الامور على السيطرة. كيف مشيت للدار حاول يغتصبها بالعنف بالضبط. معناها عنفا وصفت كل شيء بالتدقيق، والامور منظمه. يعني كيما سعد المجرد كان فما كحول ولا ما فماش كحول ولا ما ذكرتش هي كحول. سعد المجرد اعترف بالوفردوز بتاع مخدرات. مخدرات لا اشرف حكيمي مش معروف عليها انه اي خاطر ملاعب كوره وكذا، ما تصورش كان فما. اما الطفله وصفت وصف دقيق للحادث اللي صار. بربي الطفله شنية، فرنسويه ولا من اصول مغاربيه ولا فرنسويه، عمرها 24 سنه. 24 سنه مستدعاها في الواحد. كيف تقيم مراد يعني هالحكايات هذه بتاع المشاهير؟ دي سبورتيف وملتزم وعنده زوجته، معناها بالغباء هذه معناها يدمروا رواحهم بالبساطه هذه. سي تري ديليكا، وخصوصا وانه اشرف حكيمي اولا ملاعبين نحبوه. وتقول لي فهم برشا ملاعبين نحبوهم، لكن ملاعبين نحبوه لعده اسباب. اولا خاطره مغربي، ثانيا لانه شيخنا في كاس العالم مع المنتخب المغربي، وثالثا لانه حكايته حكايه حلوه. معناها هذا جوار تكون في ريال مدريد ومشى للانتر، ومن الانتر خذته بي اس جي بمبلغ كبير، وشرفنا معناها شرفنا كمغاربه. واضافه انه حتى في كاس العالم حتى للي ما يحبش الكره جلب لك الانتباه بالصوره الجميله مع امه اللي هبطت تبوس فيه على التيران بعد مباراة كنت حاضر فيها، مباراة اسبانيا والمغرب واسبانيا. دونك ايش تحب نقول لك؟ قرينة البراءة احنا لازم نكونوا كيفاش يقولوها، لازم نكونوا معنا منسجمين مع انفسنا كيما نطلبوا قرينة البراءة لاي كان في السياسة في تونس وفي خارج تونس. في هذه زادة قرينة البراءة. الاشكال المطروح ديما ويظهر لي حتى حد ما ينجم يتهمني انه لا ادافع عن النساء، بالعكس معناها نعتبر وانه دائما في المسائل هذه المرأة هي الطرف الضعيف. لكن ديما تقعد الإشكال. وتوا مرة كنت حاب نتعمقوا في الموضوع في قضية أخرى، في لاعب فرنسي اسمه بنجامين مندي يلعب في مانشستر سيتي، علقت به 7 قضايا تم تبرئته في 6 في الطور الأول. علاش تم تبرئته في 6؟ بالتوضيح قرينة البراءة من جهة، لكن في نفس الوقت كل الاحترام ومعها المرأة إذا كان تم اغتصابها وتثبت. الإشكال أنه طبعا في هذه الاغتصاب مرتبط بالعنف، انت جيتوا لدارو بملء ارادتك. لا يبقى من بعد كما نقولوا احنا الحاجات الجديده. وداير قالها عمرو اديب وعجبني، الاول مره يعجبني عمرو اديب، قالها خاطر تخرج من لسان واحد شرقي. قال شوف المراه ممكن تقول لك لا حتى لاخر لحظه، توفرتش كل الظروف، قالت لك شوي من الاول، كان في اللحظه الحاسمه قد كرني بطلت وما يعنيش وخليني نروح، لازمك تقبل. وعكس ذلك تكون مغتصبا، حتى وان كان حكيت معها في الانستغرام وعملت وزمرت وتبدلت كلام الحب وتحبني وتبدلت صور فاضحه واللي تحبني. كان في اللحظه اللي هي حتى دخلت النقوص قالت لك لا راهو اغتصاب. ولكن وهذا اللي يطرح اشكال كبير اليوم في التناول نتاع القضايا هذه. ولكن مراد نعرف في القضايا هذه ستكون شهاده قدام شهاده، هي في الاخر هي المساله لازم تكون معروضه، لازم تثبت العنف. وي مولا هنا توا كل عام حتى الشاب خالد مع مرته والحكايات هذيك، وقالوا له معناها كيف طريحه هذاك طريحه واجهاض بالسيف وحكايات وكذا. في قصص من النوع هذايا اثبات العنف، يعني اثبات العنف لازم يكون في وقتها. ولكن كي تبدا المساله فقط مبنيه على روايه، رجعناش حتى الاجواب بتاع اللقافات وكذا مبنيه على روايه. حتى في قضايا الاغتصاب روايتي قدام روايتها، ما الاثباتات. هي تنجم تخرج من عندي بعد ما عملوا ما عملوا تمشي وتولي مغتصب. ولهنا جانب اخر معتاد وياسر رائج في مثل هذه القضايا، ندخلوا في جانب الابتزاز، هي ندخلوا في جانب يا كان ما تعطيني. انت تعرف في تونس فما عصابات جمله تخدم في الحكايات هذه، عصابات تمشي معاك ودرا شنيا، وبالعكس
وتسعة ولات هذاك عليه نحذرك يا مراد ورد بالك انت ديما يا ودي ساليتش توا خرجتني اليوم والله بالجد يا مراد بشير بن سعيد خرجتني راسي في بالك ولات فما دي تاريخ في تونس خاصة مع رجال المتزوجين. هاني منعتك الحكاية هذه، هاني منعتك خاصة مع رجال المتزوجين. تخرج في الحكايات هذه. والتسعة انها قال شنو تجيب منك وليد وبنية. اي بيان سور مش في الاغتصاب تجيب منك وليد. تعريفها سافاري انتر 100,000 دينار و 150,000 دينار. باش تعطيني باش نطيح والا الفضيحه ولات هكا. هذاك عليها انتبهوا يا نجيب ويا نجيب شبيه نجيب لا معناها زياده عاد مراد انا مراد نجم يعترف بالمقول له اوكي مولود هاتوا يعترف شي ب 50 واحد. انا زيتي في الكوز وخبزي مخبوز. باش نرجع لك في القضايا هذه اريج معناها يحصل الابتزاز. اي انا نحب نرجع بيك الحاجه الاولى اللي هو اثارها راهو مراد. هو متزوج، هو مستدعي الطفله لدارو علاش من الاول. القانون الفرنساوي ما يعرفش معاك ولكن العلاقه معناها بالنسبه لمرته توا حتى كي طلعت الحكايه وينجم يثبت انه ما تمش اغتصابها الطفله. هو مستدعي طفله لدار وهو متزوج وزوجته ماهيش موجوده. علاش هذيك فضيحه من جانب اخر بالضبط. توي علاش اخذت الجديه القضيه ذي ابو هيد؟ لان الطفله وصفت توصيف دقيق للي صار وبرا النجم في خيالي مش نص توصيف نعطيك لا ما زاد فما بحاثه في المساله ذي ابو ريان. اي الاثباتات فما التحليل الجيني فما بحاثه ما كنت عاود اكثر من مره مش حفظته هي. على ذاك خذت الجديه القضيه. انت تتوقع انها جديه؟ حسب اللي قريته جديه. اما في الجانب هذا انا مع العلم اللي هي الخصوصيه مش اول واحد في التاريخ مرته اكبر منه. برونو ب 12 سنه مرته ولكن جميله جدا مرته معناها فريمون جميله جدا. جميل الباهي معناها مش ماهيش فولجير. كل واحد وذوقه كل واحد لا لا سامحني نعرفها مرته وشفتها وقت الدخله نتاع التابيروج في كان. انا شخصيا ما شفتش الجمال، شفت برشا بالعكس على عكس الكلام تاعك شفت برشا فولجاريتي معناها حتى هذه ادويه كانويه. مرت اشرف في كان على التابيروج برا شوف تصويرتها. انت تعرفها مرته ولا اريج معايا ولا مع مراد؟ الحقيقه انا معاك مانيش والله شكلها خاطر مراد قال جميل شكليا بالعكس فما برشا دي فيديو وتصور ارتبط معناها مظهرها بالفولغاريتي مش العكس بالضبط معناها احنا نحلوا كل شيء. لا حقهم انا كل شيء المعطيات هذاك عليه حتى في اجواء المؤامره. والله حاسس ممكن حاجه راهو في الاستدراج في الحكايه هذه. هذاك عليه الشخصيات العامه رد بالها تقرا تاريخ العالم تاريخ المخابرات تاريخ الاجهزه راهو زوز حاجات اولهم النساء. باش نستدرجك سي كلاسيك سي ترو كلاسيك راهو نستدرجك بمريه خاطر الانسان يضعف راهو الفلوس ونساء. بالنسبه للرجال كي تبدا مراه قصه اخرى استدراجهم وتوريطهم وكذا بالفلوس. وهاك شفتوا اش حاصل ما بينك بتاع البرلمان الاوروبي كيف لقاو عندها الروات نتاع اما للرجال كي تقرا كل مذكرات الاستخبارات من بدايه القرن العشرين حتى اخرها وكل اجهزه العالم باش تحط حد في الحنديره ها هي مش على العريه هذيك قصه اخرى. لكن الوجه تشوف في جمال خارق انت في الحكايه مراد شوفي جمال خارقه اغزر لها هنا هذه في كان هم علقوا برشا على اللبسه كانت فاضحه وبني عمو العرب قالوا له كيف تخلي حتى انا نشوف تصاور اخرين. لا شوف عاد قلت لكم انت نجيب ما نمشيوش لبعيد انه نجم يكون ضحيه استدراج بتاع بيت حبت تحطم له المسيره ومن وراه ذاك الحضور هذاك المغربي العربي في فرنسا في كذا راهي ما تعرفش عليه. بتحب نمشي